بيان صادر عن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة رداً على بيان نقابة المحامين المركزية في سوريا. يتابع اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بقلق بالغ واستنكار شديد البيان الصادر عن نقابة المحامين المركزية في سوريا لما تضمنه من خطاب إقصائي وتحريضي جرى تغليفه بلغة قانونية شكلية، بينما هو في جوهره بيان سياسي إحادي يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة ويخالف الدور التاريخي والمهني المفترض بالمحاماة بوصفها حامية للحقوق والحريات لا أداة للتجريم الجماعي. إن الاتحاد وهو يتوجه إلى الرأي العام يؤكد أن البيان المذكور لم يلتزم بالمعايير القانونية الموضوعية، بل انزلق إلى توصيفات عامة وتجريم واسع يطال إدارات مدنية قائمة ومؤسسات اجتماعية ومكونات سكانية كاملة، متجاهلا الوقائع السياسية والقانونية التي فرضتها سنوات طويلة من النزاع، ومصادرا حق الملايين السوريين في تنظيم شؤونهم المحلية وحماية أنفسهم في ظل غياب الدولة وانهيار مؤسساتها في أجزاء واسعة من البلاد. أولا، إن اختزال مفهوم الدولة والشرعية في سلطة واحدة واعتبار كل ما نشأ خارجها باطلا وجريمة كبرى يمثل فهما تبسيطيا متعمدا للواقع السوري ويتناقض مع مبادئ القانون العام التي تقر بها الشرعية، تستمد من حماية السكان وضمان الأمن وصون الحقوق الأساسية لا من النصوص المجرد المنفصلة عن الواقع. إن الإدارات المدنية التي تشكلت في شمال وشرق سوريا جاءت استجابة لحاجة مجتمعية ملحة وساهمت في حماية السلم الأهلي وحماية النسيج الاجتماعي ومواجهة الإرهاب، وهي لم تقم على أساس طائفي أو عنصري بل على مبدأ التعددية والشراكة بين المكونات. ثانياً، يؤكد الاتحاد أن ما ورد في بيان نقابة دمشق يتجاوز النقد القانوني المشروع ليصل إلى خطاب تحريضي يشيطن مكونات بعينها ويصنفها ضمن إطار التهديد الوجودي، وهو ما يشكل تمييزاً خطيراً حتى وإن صيغ بلغة مواد قانونية. إن استخدام نصوص قانون العقوبات لتجريم واقع سياسي واجتماعي معقد دون الاعتراف بسياق النزاع وانهيار منظومة الحكم يعد إساءة للقانون وتحويلا له من أداة للعدالة إلى أداة للإقصاء والانتقام. ثالثا، يذكر اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بأن اتفاقية العاشر من آذار الموقعة بين الجنرال مظلوم عبدي رئيس أحمد الشرع نصت بوضوح على نبذ وتجريم خطاب الكراهية والتحريض وعلى العمل من أجل تعزيز السلم الأهلي واحترام التعدد القومي والديني والسياسي في سوريا. وعليه فإن البيان الصادر عن نقابة المحامين في دمشق يعد خرقا صريحا لروح هذه الاتفاقية ومضامينها، ويقوض أي مسعى جاد لبناء الثقة بين السوريين ويغذي الانقسام بدل المساهمة في الحل. رابعا، إن نقابة المحامين بحكم طبيعتها يفرض أن تكون في طليعة المدافعين عن الحق في الاختلاف وضمان المحاكمة العادلة ورفض العقاب الجماعي. أما الدعوة إلى المصادرة والملاحقة الشاملة وإعلان البطلان المطلق فهي مواقف سياسية لا تمت إلى تقاليد المحاماة بصلة، وتضع النقابة في موقع الخصم لا الحكم وفي موقع السلطة لا المجتمع. خامساً، إن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة يؤكد أن مستقبل سوريا لا يبنى بخطاب التخوين ولا بإعادة إنتاج مفاهيم الإقصاء والاستعلاء القومي أو السياسي، بل عبر الاعتراف المتبادل والحوار والاحتكام إلى مبادئ العدالة الانتقالية واحترام حقوق جميع المكونات دون استثناء. إن وحدة سوريا الحقيقية لا تتحقق بالقصر ولا بالتهديد بل بالرضا والمشاركة والعدالة، وبإقامة دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية تحترم كرامة الإنسان وتصون الحقوق. سادساً، بناء على ما سبق أعلن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة أولاً رفضه القاطع للبيان الصادر عن نقابة المحامين المركزية في دمشق شكلاً ومضموناً، إدانته لأي خطاب. ثانياً، إدانته لأي خطاب كراهية أو تحريض أو تمييز أكان صريحاً أو مقنعاً بلغة قانونية. ثالثاً، تمسكه باتفاقية العاشر من آذار كإطار أخلاقي وسياسي لنبذ الانقسام وبناء الثقة. رابعاً، دعوته جميع النقابات والهيئات القانونية السورية إلى الاطلاع بدورها المهني المستقل بعيداً عن الاصطفافات السياسية الضيقة. ختاماً، إن اتحاد
المحامين في مقاطعة الجزيرة، وهو يخاطب الرأي العام ويؤكد إن المحاماة ستبقى صوتا للحق لا صدى للسلطة، وإن القانون وجد لحماية الإنسان لا لتبرير إقصائه. عاشت سوريا حرة أبية.